محدش أذى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة زي ما أذاه عبد الله بن أبي بن سلول. خذلوا يوم أحد لما عاد بالجيش، وخذلوا أيام الخندق لما انسحب فجأة ومضى يوهن في عزيمة الناس في جو ملبد بالخوف والبرد والقلق. شتموا علانية أمام الناس قبل ما يعمل عملته الشنيعة بالتطاول على شرف حبيبته ستنا السيدة عائشة. النبي ما شافش ولا التفت لده كله. كل اللي شافه وأحزنه هو عبد الله ابن أبي بن سلول، ابن المنافق اللي أسلم واتبع النبي بحب. كان فؤاد الراجل بيتقطع بين حبه لأبوه وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي شايف ده كله وحزين عشانه. الابن جه في يوم من الأيام وأخبر النبي بشيء، إنه جاهز لقتل أبوه لو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحجته إنه مش هيسمح لحد أبدا إنه يمس أبوه وهينتقم منه، وعليه إن كانت النية متجهة لتصفية الراجل اللي شتم النبي وخاض في عرضه فهو أولى الناس بكده. نبينا خبط على كتف صاحبه وقال له: بل أحسن صحبته، ووصاه ببر أبوه اللي هو عدو النبي عليه الصلاة والسلام. ومات العدو وجه الصاحب للنبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه رداءه عشان يكفن فيه أبوه، فاداه النبي الرداء. فزاد طمع الابن وطلب منه انه يصلي عليه، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عارف كويس بنص القرآن ان صلاته واستغفاره مش هتفيد، ومع ذلك وافق وراح يصلي على عدوه جبرا لخاطر صاحبه. الناس وقفت مشدوهين. عمر كالعادة مسكتش، اعترض النبي عليه الصلاة والسلام، حاول إثناءه، ونبينا ماض إلى المحراب لحد ما وقف أمام جثمان الراجل اللي طالما أذاه وسلقه بلسانه. صلى النبي عليه الصلاة والسلام واستغفر له كمان، وجاء القرآن الكريم ليستدرك على النبي هذا النبل الأسطوري. وتسألني ليه بنحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه جابر للخواطر، لأنه رمى خلف ظهره حسابات الناس، لأنه راجل العظمة بتجري وراه عشان توصل لأبعاد نبله ورقيه. لما أسلم عكرمة بن أبي جهل أصدر النبي فرمان بألا يذكر أحد أبو جهل بسوء حتى لا يؤذي مشاعر الابن. يد النبي الحانية لم تترك فؤادا إلا وطمأنت. عشان كده بنحب النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم.